مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، هذا النهار غادي نتكلموا على أهم النصائح اللي كتم حسن تدبير الماء بنظام السقي بالتنقيط الغوت غوت الأشجار المثمرة والخضروات. فكيف ما كتعرفوا جميع بأن المحافظة على الماء ولانكري في جناب العروق ديال المغروسات هي الطريقة المزيانة باش نرفعوا من النجاعة ديال حسن تدبير استعمال الماء ونوصلوا لإنتاج عالي وجودة مطلوبة في السوق. فالسقي بالطرق التقليديه بحال الربطه ما صالحاش، كيضيع الماء وكينقص من الجهد ديال الانكري وكيساعد الربيع والامراض باش تكاثر. هنا نتفقوا جميع باللي الطريقه المزيانه باش نوصلوا الانكري جنب العروق ديال الشجر والخضروات هو نظام السقي بالتنقيط الغوت غوت او اللي كيتسمى الري التخصيبي. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، فحسن تدبير السقي بالتنقيط كيساعدنا باش اولا نقصوا من الضياع ديال الماء ونتحكموا في المقدار والوقت ديال الماء السقي. ثانيا نوصلوا الماء والانكري قرب الجذور ونوفروا من التكلفه ديال الماء. وهنا نذكركم بالحوايج اللي لابد نردوا ليها البال. اولا نعطيو الماء بالكميه الخاصه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. ثانيا نقوموا بالصيانه اللازمه ديال المحطات واليات معدات السقي. وثالثا الفتوحات ديال القطورات يمكن تغلق، هنا ننظفوها ونسرحوها بالمحلول الحمضي. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، وباش نتفاداو هاد المشاكل ديال ضياع الماء لازم نستعملوا بعض المعدات اللي كتساعدنا في الزياده او النقصان من السقي ونذكروا منها. اولا الاجهزه ديال مراقبه ضغط الماء، وثانيا الاليات ديال ضبط وقياس كميه الماء وقت السقي واللي تساعدنا نحسبوا ونتبعوا المقادير ديال الماء على حساب الاحتياجات ديال الفلاحه طول الموسم. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، انت اللي حباك الله بنعمه تواجد الماء في الضيعه ديالك، نذكرك بان النسبه ديال الفلاحه اللي كيستعملوا هذه المعدات والادوات ديال الضبط وتقنين استعمال الماء بالتنقيط مازال ناقصه، وبان المستقبل ديال الفلاحه بصفه عامه مرتبط بحسن تدبير الاستعمال ديال الماء. والعلم مازال كيطور العديد من الطرق والادوات لازم تعرفوا عليها ونستعملوها مزيان، لان الماء غادي وتيقلال والطلب عليه غادي غير في الزياده. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.